المشاهد اللي هنسمعها مشاهد هي صحيح احنا بننفرد بيها بشكل حصري، هي المشاهد اللي القوات المسلحة أعطتها لعائلات الشهداء، يعني عشان الناس حتى تحتفظ بيها كنوع من الذكرى، كنوع من ما يمكن أن أسميه دواء يشفي الغليل إلى حد ما. لما تسمع صوت ابنك وهو ينطق بالشهادتين قبل الموت وفي اللحظات الأخيرة للموت، أعتقد أنها لحظات هتؤثر فينا جميعا. أي جسد سوف يرتعش، أي جسد سوف يرتعش حتى دون وعي من صاحبه. ترتعش الأجساد من هذه الأصوات التي سنسمعها بعد قليل وهي تنطق بالشهادتين في لحظات الموت الأخيرة، يعني بعد النطق بالشهادتين يعني حالة الوفاة. لكن أنا عايز أقول ليه عرضناها؟ لأنه الذين يدعون أنهم قتلوا باسم الإسلام بنقول لهم لا، يعني هؤلاء أكثر إسلاما منكم وأنتم لا تعرفون شيئا عن الإسلام، ولا حتى إذا كان أنت ما أنتش عارف حرمة الدم الذي عصمه الإسلام يبقى هتتكلم باسم الإسلام. لأنه الذي ينطق بالشهادتين قبل لحظة الموت هو الإنسان المؤمن. يعني المؤمن دائما هو الذي يتذكر النطق بالشهادتين قبل لحظات الموت. أعتقد بأنه الأجساد كلها سترتعش وأنه الأفئدة ستهتز من هذه المقاطع أو هذا المقطع الذي لا يتعدى عدة ثواني قليلة، واللي هنسمعه وأيضا هنسمعه بعد المناقشة لما يبقى معانا والد ووالدة أحد الشهداء. يعني اللهم تغمدهم بواسع رحمتك وألهم عائلتهم الصبر والسلوان. دي لحظات الموت، الناس دي قبل يعني لحظات من الموت، والذين قتلوهم يدعون أنهم يتحدثون باسم الإسلام. لا، المؤمن هو الذي ينطق بالشهادتين بهذا الشكل قبل وفاته. لكن هؤلاء الذين يدعون أنهم يتحدثون باسم الإسلام لا علاقة لهم بالإسلام. عشان كده أنا صممت على إن احنا نعرض معكم هذا المقطع الصوتي الذي لا يتجاوز ثوان قليلة، عشان الناس تشوف إنه يعني هؤلاء الذين كانوا يمشطون سيناء دفاعا عن الوطن ودفاعا عنا جميعا يعني استشهدوا، وهذه هي اللحظات الأخيرة في حياتهم وهم ينطقون بالشهادة. يعني أعتقد بأنه هذه المشاهد هي أبلغ رد على القتلة الذين يقتلون باسم الإسلام والإسلام منهم بريء. نسمعها تاني وبعدها نطلع منها على فاصل